artificial intelligence أو الذكاء الاصطناعي. إيه هو الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي هو محاكاة لعمليات الذكاء البشري الطبيعي بواسطة الآلات وأنظمة الكمبيوتر. ال AI داخل في applications كتير أوي حوالينا زي ال speech recognition، ال autonomous vehicles، ال healthcare، robotics، finance، وال NLP. إيه هي ال NLP أو Natural Language Processing أو معالجة اللغات الطبيعية؟ ال NLP هي إحدى تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي بتخلي الآلة عندها القدرة على تفسير وفهم ومعالجة اللغات البشرية. ال NLP هي التقنية المسؤولة عن معالجة نوع معين من الداتا اللي هو ال text data وال voice data. من تطبيقات ال NLP اللي هي ال sentiment analysis أو تحليل المشاعر، وهي إن أنا بحلل ال text data لتحديد ال emotions المعبر عنها في الكلام، مثلا الكلام ده إيجابي أو سلبي أو محايد اللي هو إيجابي ولا هو سلبي. ممكن أستخدم ده في تحديد الفيدباك بتاع العملاء لفهم مدى رضاهم عن منتجات أو خدمات بتقدمها شركات معينة. كمان من applications ال NLP ال text classification أو تصنيف النصوص، وهي تصنيف المستندات لفئات معينة، مثلا تصنيف الإيميلز لسبام or not spam. كمان ممكن أصنف المقالات الإخبارية لفئات معينة على حسب الموضوع اللي بتتكلم عنه، اللي هو رياضي أو سياسي أو ترفيهي. كمان من applications ال NLP الماشين ترانسليشن أو ترجمة الآلة، وهي ترجمة نص من لغة للغة تانية أوتوماتيكال، زي ترجمات الفيديوهات اللي بتظهر لنا على يوتيوب. لو الفيديو انجلش بنلاقي الترجمة بتظهر اوتوماتيكالي بالعربي، أو العكس، أو من أي لغة للغة تانية، كمان زي جوجل ترانسليت. كمان من الابليكيشنز المهمة جدا لل NLP التكست سمرايزيشن أو تلخيص النصوص، وهي إنشاء ملخص موجز ومترابط الأحداث لمستند نصي أطول. ممكن ألخص بيها مقالات إخبارية أو أوراق بحثية بهدف الفهم السريع. statistics عن ال NLP الماركت جروث. من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في مجال ال NLP لحوالي 56 مليار دولار بحلول عام 2027 وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة جاردن. العائد على الاستثمار. أظهرت دراسات أجرتها سورس فورستر أن ال NLP ممكن تولد عائد يصل لحوالي 300% لشركات بتستخدم ال NLP بفعالية. ال NLP مهمة جدا في حاجات حوالينا زي الكاستمر سيرفيس. ممكن الchat bots التعامل مع الاستفسارات الأساسية للcustomers، وده ممكن يقلل من تكاليف التشغيل بتاعة الشركة. كمان في الmarket research ال NLP قادرة على تحليل كميات كبيرة جدًا من مراجعات العملاء والdata على السوشيال ميديا للحصول على إحصائيات بتقيس مدى رضاهم عن خدمة معينة، وده ممكن يطور المنتج نفسه أو استراتيجيات التسويق.